ربنا سبحانه وتعالى ذكر أهم وأصعب 3 أزمات ممكن يعدوا على الإنسان في حياته الدنيا، ذكرهم في شكل قصصي في سورة الكهف. عارفهم؟ ايوه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أول أزمة ممكن تعدي على الإنسان، اللي هي أزمة صعوبة الرزق وتغير الحال من السعة للضيق شوية. الإنسان في الساعة دي في الوقت دوت بيتوجع، بيحس إن هو مخنوق، بيحس إن هو في ضيق شديد، رغم إن ربنا سبحانه وتعالى أصلا بيكون ضيق عليه عشان خاطر مصلحة له. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف في القصة الأولى بتاع سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر، لما ركبوا في السفينة، سيدنا الخضر كان يعلم علم سيدنا موسى عليه السلام لا يعلم. علم سيدنا الخضر عبارة عن القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر، أو شيء من القدر اللي ربنا قدر. سيدنا موسى ما كانش يعرفه، بل إن سيدنا الخضر نفسه كان بيمثل القدر في بعض الأمور. لما ركبوا في السفينة، سيدنا الخضر خرمها، شال منها لوح من الألواح. لما خرقها السفينة قال هو: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المفروض ان هم مساكين، فاحنا نحافظ لهم على فلوسهم، مش نبوظ لهم رأس مالهم. السفينة دي رأس مالهم. لكن قال ايه؟ فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. طيب، يبقى هو لما عاب السفينة ديت، الملك مش هياخد السفينة ديت، مش هياخدها منهم غصب، وهم بعد كده هيصلحوا العيب اللي في السفينة دوت وهيشتغلوا بيها. يبقى هو حافظ لهم على مالهم ولا أفسد لهم مالهم؟ حافظ على المال. إنما في الأصل الشكل اللي ظاهر إن هو أفسد، لأن هم ما يعرفوش إيه اللي كان مقدر بعد كده. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقول لك إيه في الموضوع ده؟ عاوز يقول لك إنه لو كان رزقك واسع وضاق شوية في أي وقت من الأوقات، اعرف إن دوت لحكمة أنت ما تعرفهاش، لكن هي خير. ربنا سبحانه وتعالى عمل فيها خير ممكن تكون ما تعرفوش، هتعرفه فيما بعد. وممكن فيما بعد تقول الحمد لله. يعني أهل السفينة دولت، أصحاب السفينة، لما يعرفوا إن كان في ملك، أو هم خدوا السفينة بتاعتهم مشوا ولمحوا الملك معدي بالأسطول بتاعه مثلا ولا حاجة، بعد كده هيقولوا إيه؟ الحمد لله إن السفينة بتاعتنا باظت، والحمد لله إن السفينة بتاعتنا فسدت في الوقت دوت. تمام كده؟ يبقى أنت هيجي عليك وقت تقول إن ضيق الحال في وقت معين كان رحمة بالنسبة لي، وكان نعمة ربنا أنعم بها علي. دي واحدة. تمام كده؟ يبقى لو الرزق ده عليك شوية، ما تشيلش هم. ربنا سبحانه وتعالى ضيقه لمصلحة ليك انت. دي واحدة. التانية اللي هي أزمة موت الأولاد أو موت الولد. موت الولد ده أصعب شيء على الأهل، أصعب شيء على الناس نفسهم، إن هم يشوفوا واحد صغير مات، أو شاب صغير أو طفل أو كده مات. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لا، حتى الأزمة ديت فيها رحمة، ورحمة كبيرة جدا. وراح جاي حكي لنا قصة الغلام ده اللي سيدنا الخضر قتله. سيدنا الخضر نفذ مراد الله سبحانه وتعالى اللي هو القدر، إن هو يموت الغلام ده بأي طريقة من الطرق، فهو إيه؟ مات. حتى إذا لقي غلاما فقتله. سيدنا موسى قال له إيه؟ قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا. اللي أنت عملته ده ما ينفعش. مش صح كده؟ لا، ده قال له لقد جئت شيئا نكرا. الأول في السفينة قال له لقد جئت شيئا إمرا، الثاني قال له إيه؟ قال له لقد جئت شيئا نكرا، حاجة مستنكرة. فقال له إيه وهو بيفسر له بعد كده؟ قال له وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. يبقى أبوه مؤمنين، من باب أولى إن أنت يا رب تحافظ للمؤمن دوت على أبنائه، لأنه ده وليك. المؤمن هو ولي الله سبحانه وتعالى، فالمفروض إن أنت تحافظ له على أولاده وتحافظ له. فهل ربنا سبحانه وتعالى كده لما أمات الغلام أو قبضه حافظ للمؤمنين دوت عليه؟ أيوه. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى فسر لنا وقال إيه؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر. الولد كان هيطلع طاغية، كان هيكفرهم، كان هيتعبهم في الحياة الدنيا، في كل الأحوال الكل خسرانين. لما يطلع الولد كافر هيعيش حياته كافر، هيموت ويدخل النار.
هيبقى فاسد ومفسد في الأرض، وهيطغى عليهم، هيتعبهم جدا في الدنيا، وفي نفس الوقت هيكفرهم، فهيترموا هم كمان في النار. فلما يقبض الغلام دوت وهو لسه صغير لم يكلف، ايه اللي هيحصل؟ ما عملش ذنوب، ما كفرش بالله سبحانه وتعالى، هيخش الجنة، هيدخل الجنة. طيب أبوه وأمه ارتاحوا من البلاء اللي كانوا هيبتلوا بيه في الدنيا بسببه، وفي نفس الوقت صبروا لأنهم مؤمنين، فلما يصبروا على البلاء بتاع قبض الولد ربنا سبحانه وتعالى يعوضهم الجنة. طيب وفي نفس الوقت هيموتوا هم مؤمنين وهيدخلوا الجنة، وهيلاقوا ابنهم دوت منتظرهم في الجنة. خلاص؟ إذن فالكل كان كسبان، رغم ان هو في ظاهر الأمر بتاعه ان هي مصيبة، ومصيبة كبيرة جدا ان دوت طفل مات، إلا ان المصيبة كانت رحمة بالطفل ورحمة بوالدين الطفل، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى عوضهم أحسن منه في الدنيا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب روح. تمام كده؟ يبقى برضه عايز يقول لك إيه؟ إن لو أصبتك بمصيبة مهما كانت المصيبة ديت شديدة عليك، فخلي بالك المصيبة ديت فيها رحمة أنت ما تعرفهاش، لكن هتعرفها فيما بعد. عشان كده سنة لنا إن إحنا في وقت المصيبة نقول إيه؟ الحمد لله، نحمد ربنا سبحانه وتعالى. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكة: قبضتم ولد عبدي أخذتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وقدر الله ما شاء فعل. فيقول الله عز وجل: إيه؟ ابن لعبدي بيتا في الجنة واسمه بيت الحمد. إذن فده المطلوب منك في المصيبة، انك انت تحمد ربنا سبحانه وتعالى على المصيبة دي، لانك انت ما تعرفش الخير اللي فيها كان ايه، لكن ثقتك في الله سبحانه وتعالى ان هو ما بيعملش حاجة عشان يضرك هتخليك تبقى متقبل الامر على انه ايه، على انه في مصلحة ليك. طيب وراح جاي حاطط لك دوت في القرآن عشان تبقى تتذكره. خلي بالك المصيبة اللي وقعت فيها ما تتوجعش بيها قوي، ما تستصعبهاش قوي، ده انا اعملها لك لخير زي ما عملت المصيبة للاثنين المؤمنين دولت في ابنهم اللي هو أعز حاجة في حياة الإنسان. تمام. الأمر الثالث اللي هو الأزمة الثالثة اللي ممكن تواجه الإنسان هي أزمة إن الشخص يموت ويسيب بعد منه أولاد. مين اللي هيتولى أمر الأولاد دولت؟ بيبقى خايف، بيبقى خايف جدا. أنا شفت يعني في أخت من الأخوات ربنا يحفظها كانت مصابة مريضة يعني، فبتبكي ومقضية اليوم كله بكاء إن هي خايفة لحسن تموت، ومين هيتولى أمر ابنها يشرد من بعد منها، ابنها صغير عنده 5 سنوات، وبتبكي اليوم كله مقضياه في بكاء واكتئاب لأنها عندها مرض خطير سرطان، فخايفة إن هو إيه لما تموت مين هيتولى أمر ابنها دوت. فربنا سبحانه وتعالى في الأزمة في سورة الكهف اتكلم في الموضوع ده برضه. في ناس كتير ممكن ما تعرفش الموضوع ده لكن هي واضحة. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن إيه؟ عن الغلامين اللي كان عندهم الجدار. سيدنا الخضر راح هو سيدنا موسى على قرية في الرحلة بتاعتهم ديت، على قرية واستطعم أهلها، يعني بيطلبوا منهم حق الضيافة، حق ده الضيف له حق إن هو إن أنت تطعمه، فأبوا أن يضيفوهما، يعني رفضوا إن هم يدوم الحق دوت. خلاص. طيب وهم ماشيين في القرية ديت فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار هيقع. سيدنا الخضر هد الجدار وأقاموا إقامة كويسة، بناه بناء كويس. سيدنا موسى قال له: ازاي انك انت يبقى في قرية الناس بتوعها بياكلوا الحقوق، حقنا حق الضيف معاهم مش بيدوه لنا، وانت تبني لهم جدار؟ انت اطلب منهم انهم يدوا لك حق الايه، حق تعبك في بناء الجدار دوت. المهم مش هو ده الموضوع، الموضوع موضوع الجدار نفسه يبنى ليه. طب سيدنا خضر عمل كده من دماغه؟ لا، ده اللي عمل كده بأمر من الله سبحانه وتعالى. بنى الجدار وقال له: اما الجدار فكان له غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ركز. يبقى هنا أبوهم لما كان عايش عارف إن أهل القرية دول مش كويسين، وفي عنده مال عاوز يسيبه لأولاده، لما جاته المنية عاوز يسيب المال لأولاده. لو فيهم حد كويس كان يستأمنوا على المال دوت، وقال له لما العيال يكبروا يبقى إيه، يبقى أديهم المال دوت. لكن هم واضح من الصورة إن هم مش كويسين، بياكلوا الحقوق. تمام كده؟ عشان كده الراجل ما لقاش حاجة يعملها غير إن هو يعمل إيه، يدفن لهم الفلوس بتاعتهم اللي هو اشتغل بيها، المال اللي هو بتاعه يحطه تحت الجدار. لو الجدار وقع هيلاقوا المال وهياخدوه، والأطفال الصغيرين مش هيعرفوا يدافعوا عن مالهم ولا يدافعوا عن أنفسهم. فإيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لهم
المال اللي هينفعهم لما يكبروا. يعني ربنا بيحافظ على مستقبلهم. ده اللي انا عايز اقوله لك، ان ربنا بيحافظ على ايه؟ على مستقبله. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. رحمه من ربك. رغم انه الجدار هيقع الا ان ربنا سبحانه وتعالى بعت اللي يتولى امر الطفلين دول عشان خاطر ابوهم كان صالح. يبقى انت بيقول عايز يقول يا ربنا سبحانه وتعالى انك انت لو خايف على اولادك خليك صالح. ومين هيتولى امرهم من بعدك؟ ربنا سبحانه وتعالى. وما تخافش انك انت ولادك يحصل لهم اي شيء من بعد منك، لا ما تخافش. بدليل عندنا الصور بتتكلم زي سورة القصص اللي فيها سيدنا موسى عليه السلام لما ألقته في اليم فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف. ربنا اللي بيقول لها ارميه في الماء في البحر فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. خلاص. يبقى أنت لو خايف على أولادك خليك أنت صالح. حتى لو أنت مت ولم تترك لهم أي مال، وربنا سبحانه وتعالى اللي تولى أمرهم وبعت حد يحافظ لهم على مالهم انه يبني الجدار، هو سبحانه وتعالى اللي هيتولى امرهم في ان هو هيوظفهم او يخلي حد يشغلهم او حد يتولى، هيطلعهم متعلمين كويس مثقفين كويس، هيطلعهم اثرياء. ربنا سبحانه وتعالى هو المتولي الامر. فهو عاوز يقول لك كده خلي بالك انك انت اكبر مصيبه ممكن تكون شاغله بالك انك انت لو مت اولادك يتبهدلوا. لا، خليك انت بس صالح واعمل اللي عليك من الايمانيات بتاعتك ومن الامور الطاعات والعبادات بتاعتك، واترك امر اولادك دولت لربنا سبحانه وتعالى، هو يتولاهم زي ما تولى امر الغلامين دولت. حتى هم قاعدين في قريه اهلها مش كويسين بالمنظر دوت، اكلوا حق الضيف والراجل ما لقاش حد فيهم يودي له امانات يشيلها لما اولاده يكبروا، يعني اكيله للحقوق. قال لك حتى وهم في الوسط دوت ربنا سبحانه وتعالى بيحفظهم، حتى وان كان البلد فاسده ربنا يحفظ لك اولادك بصلاحك انت. عرفت؟ يبقى دول 3 أزمات بيعدوا على الناس كده. ربنا سبحانه وتعالى أيوة بيقول لنا قصص في القرآن بس مش عشان خاطر نتسلى بيه، لكن بيقول لنا قصص عشان خاطر إيه؟ ناخد منه العبرة ونريح قلوبنا. مش صح؟ صح. طيب. جزاك الله خير. عاوز تسألنا حاجة؟ الله يكرمك. ربنا يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام.